تقدر تقول لي في كام يوتيوبر انت كنت متابعه ودلوقتي حاليا هو مش موجود، اعتزل؟ جه في مخك دلوقتي كذا واحد وانا عارف هم مين، بس تعرف ان هم كذا نوع. يعني في نوع اللي بطل يصنع محتوى وهو في قمة مجده وقرر ان هو لا سوري يا جدعان انا هعتزل، وفي اللي كان على القمة وكل الناس بتتفرج عليه وفجأة الفيوز ابتدت تقع 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 ومات. وعلى المثال ده هو محمد خالد مثلا، والناس اللي اعتذرت في قمه مجدها من غير ما يصرحوا. يعني مثلا عندك هشام عفيفي اتجه للاخراج، عندك احمد حسن وزينب دول اعتزلوا وعملوا فيديو اعتزال لحد دلوقتي هما ما بيشتغلوش. فايه بقى اللي يخلي واحد بيصنع محتوى ومبسوط والدنيا جميله انه يعتزل؟ ايه اللي بيحصل في صناعه المحتوى؟ يعني ايه اللي يخلي الواحد يمشي؟ اهلا يا صاحبي، انا محمد عادل. النهارده جايين نتكلم عن الاعتزال اليوتيوبي والوحده في اليوتيوب. بمعنى ايه الوحده في اليوتيوب دي؟ بمعنى دلوقتي انت لو دخلت على اليوتيوب الايام دي في رمضان او في اي وقت هتلاقي ان مفيش يوتيوبر بيطلع يعمل فيديو لوحده. صعب قوي دي. كل اليوتيوب بقى عباره عن كولابس. هتلاقي كاظم الالعاب بتاع مروان سري جايب فيه معاه 2 تانيين كده زياده. مروان سري في ارزع هتلاقيه اصلا جايب لعيبه كوره مع كابتن وائل جمعه ميدو، وهي كأن ان مفيش حد يقدر يصنع محتوى بشخص لوحده. يا راجل ده عمر ابو المجد دلوقتي عامل برضو كولاب. روح عند عمر خالد هتلاقيه عامل كولاب، بقى عامل برنامج اصلا بيستضيف ناس، وكان عامل بودكاست قبلها ولكن دلوقتي هو عامل برنامج. يا عم برعي قناته برضه بقت كلها كولابس. بقت تحس ان انت كيوتيوبر بتبدا جديد صعب تطلع لوحدك، ولو طلعت لوحدك تبقى انت جامد، وبعد ما تطلع لوحدك بقى جيب ناس معاك، فاهم؟ اللي هو انت ابني اسمك وبعد كده اتعاون مع الناس. فانا من كتر ما انا بطلع في الفيديوهات لوحدي بحس ان انا وحيد. يعني بص الكادر انا عامله واسع علشان ابين قد ايه انا الوحده قتلاني في اليوتيوب. ودي حاجه على فكره حلوه. يعني انت لما اليوتيوبرز يتعاونوا مع بعض حاجه جميله على فكره، مش حاجه وحشه. انا بس بحقد عشان مش عارف ما عنديش افكار اقدر اعمل فيها كولاب. يعني انا حتى في كذا يوتيوبر برضه اتكلمت معاهم عايزين نعمل كولاب وبتاع ونظهر بقى ونطلع، بس بحس ان ما عندناش افكار. يعني ما عنديش افكار معتمده على حد لحد دلوقتي. يعني انا حاسس كده في موضوع تاني، بس ده برنامج فضفضه يا جماعه. دي فضفضه رمضانيه بتكلم فيها معاكم وبوريكم فيها معاناه صناع المحتوى، لان في اليوتيوب معاناه بجد. ازاي اقول لك؟ انت دلوقتي وانت كصانع محتوى ايه اللي بيخلي الشخص فعلا يعتزل؟ ليه يوتيوبر ممكن يعتزل في قمه مجده ان هو انا خلاص بطلت؟ يعني عندك مثلا كمان ناس تانية. يعني احمد امين ده كان يوتيوبر برضو يعتبر، هنا هو بقى ممثل بس هو فعلا يوتيوبر. باسم يوسف يوتيوبر. الناس دي كلها صانعة محتوى في الاساس. حتى ابو حفيظه كان صانع محتوى وتحول برضو الى برنامج، ثم ساب اليوتيوب وراح في الفن. فهل اليوتيوب الناس بتاخده كوسيله ان هو توصلهم في حاجه، ولا هو اليوتيوب نفسه كصناعه محتوى هو اهم حاجه؟ لان انا بص بالنسبه لي اليوتيوب برضو بيطلب منك كذا حاجه وممكن ما ادكش فيها مقابل. يعني انت بيطلب منك انك تستمر وتقدم كواليتي حلوه وتقدم كوانتيتي. يعني انت مش مجرد ان انت تعمل فيديو حلو وخلاص، لا انا عايزك تعمل فيديو حلو كتير، او ممكن تعمل فيديوهات كتير وبرضه هيديك. يعني انت سواء عملت فيديوهات كتير او عملت فيديوهات بشكل حلو هتنجح، فاهم؟ فده اللي محير معايا في عالم صناعه المحتوى، ان انا ممكن يجيلي اكتئاب. انا جالي يعني أنا السنه اللي فاتت انا فضلت سنه كامله بشتغل فيديو كل اسبوع، كل يوم حد فيديو كل اسبوع، وكنت يعني مش باخد مقابل مادي قوي، ولكن باخد مقابل معنوي وحب الناس وبتاع. ولكن مقابل مادي كان موجود يعني الصراحه، مش عايز ادعي يعني على اليوتيوب ولا حاجه. ولكن بعد سنه من الشغل المتواصل ده تحس اللي هو لا انا مش عايز افضل ثابت او عايز افضل اجري الجري ده، وفي نفس الوقت خلاص انا ما بقتش عندي نفس الشغف او القدره ان انا اتكلم كتير جدا كل اسبوع يبقى عندي حاجه اقولها. انت مع الوقت الكلام اللي انت عندك جواك ما بقاش موجود، خلاص ما بقاش عندي كلام عايز اقوله. هتعمل ايه؟ ابتديت قعدت شويه كده، ابتديت اعمل فيديوهات، اخطط لفيديوهات اصنعها. مثلا زي فيديو فريندز ده من اكتر الفيديوهات اللي اشتغلت عليها بشغف، مع اني قبلها ما كنتش قادر اعمل اي فيديو خالص. حتى الفيديو اللي قبله كان عن الفنانين اللي مش عارفين حاجاتهم وحشه ليه، كنت عامله برده كده من غير سكريبت زي الفيديو ده. اي نعم، وانا عامل الفيديو ده كده برده من غير سكريبت عشان افهمكم الدنيا ماشيه ازاي معايا في القناه، لان انا مش عارف المره الجايه لما اجي انزل فيديو انا عايز اعمله زي فيديوهات فريندز كده، عايز اعمل فيها شغف، عايزك تتفرج عليها تحس ان انت بتتفرج على حاجه ليها عليها القيمه. فاللي يخلي حاجه زي كده تدخل جوه دماغ الناس هي ان الواحد يعمل فيديوهات ذا قيمه. يعني انا ممكن الواحد يعمل فيديو حلو يجيب مشاهدات، زي في ناس كتير بتتكلم في السينما وبتجيب مشاهدات ملايين، يعني مئات الالاف، ولكن
لو جيت تبص على قيمتهم كيوتيوبر هتحس ان هو لا، يعني ممكن الناس اللي بتفهم بقى شويه لو اتفرجت عليهم تحس ان هو يعني ايه اللي انت بتعمله ده يعني، او دي اراء انا الشخصيه، يعني انا عايش في عالم وهمي ممكن برضه الله اعلم. فانا بحاول فعلا ان انا لما اعمل فيديو اقدم لك قيمه، ولكن دي حاجه بتاخد وقت. انا لما اكون عايز اعمل فيديو حلو وياخد من وقتي عدد فيديوهات هتقل، والله اعلم الفيديو اللي انا هتعب فيه ده واقعد افكر فيه واديك فيه قيمه ممكن ما ينجحش. فانت بيبقى عندك صراع بقى ما بين انك تبقى شخص جاي شقلب ويقلب او جاي يعمل فيديو علشان يبقى موجود، ولا بتعمل فيديو عشان انت عايز تعمل فيديو فعلا. انك انت في بدايتك كيوتيوب بتحس ان انت خلاص بقى انت عايز تعمل كل حاجه في الدنيا، ولكن بعدها اهدى يا دوله اهدى خلاص الدنيا هديت. فده اللي انا بتكلم فيه في الفيديو ده، وحاسس ان انا عايز انزله برضه من غير مونتاج، ولكن انا عارف ان انا هعمل مونتاج، انا عارف دي دايما عادتي. فهل صناعه المحتوى دلوقتي تضاهي انك انت تشتغل فيها بالصراع النفسي ده؟ لان انت بيبقى عندك ضغط، انت في ناس بتقرا، انت لما بتقرا الكومنتات بتلاقي في ناس بتشتمك، ناس بتحبك على نفس الفيديو، ناس بتنصحك ان في حاجه حرام بتحصل في الفيديوهات بتاعتك، في حين يعني هو داخل مش بينقد حاجه معينه، هو بينقد التوبيك كله. طب انت دخلت على الفيديو ليه من الاول؟ يعني الفيديو بيتكلم على الافلام وانت شايف ان الافلام دي حاجه يعني يا نهار ابيض جهنم، بتاخد الفيديو ليه عايز تشارك في الذنب ده؟ دي من الحاجات برضو اعتقد انها كانت شغلاني في وقت ما، ولكن عادي زي الفل معاك. بعد كده يقول لك صناعه المحتوى دلوقتي رايحه تجاه الشورتس، اعمل شورتس. فبقيت فعلا بعمل فيديوهات مخصوصه للفيسبوك وتيك توك، ولكن بحس ان انا شخصيتي في الفيديوهات القصيره دي مش نفس محمد عادل بتاع اليوتيوب اللي بيجتهد في الفيديو، فاهم؟ يعني بحس ان انا بعمل فيديو لو حد عرفني بس من الفيسبوك او من الشورتس يقول لا الواد ده عادي يعني ممكن يشتمني، فاهم؟ هو بقى احس ان هو عنده حق شويه، معرفش ليه نقاصي على ناس يعني في موضوع فيديوهات الشورتس ده، بس هو فعلا في توجه عام كبير جدا رايح ناحيه اللي انت اعمل شورتس اعمل شورتس. فانا عايز اعمل شورتس فعلا، بس مش عارف فاهم الدنيا مش حلوه. ولكن برضه عشان ما حدش يجي يقول لي ان انت كنت ان انا بتكلم في الفيديو ده ومش بتكلم على اليوتيوبرز بيعتزلوا، ولكن كل اللي انا بتكلم فيه ده هو اسباب ان اليوتيوبر يعتزل. البيرن اوت، ان انت ممكن يجي لك بيرن اوت انت ما عندكش افكار تقدمها، فخلاص موت يا باشا. واعتقد اللي منجح اليوتيوبرز الموجودين حاليا من بدري ان هم جابوا ناس تشتغل معاه. يعني مثلا عندك المراجعه النهائيه في بدايته اصلا جاب ناس تكتب له الحلقات، عندك ارزع مروان سري جايب ناس كتير جدا بتشتغل معاه، يعني يعتبر هو شركه فعلا. الحاجات دي بتقتل البيرن اوت وبتقتل انك انت تزهق. واعتقد احمد كمال برضو بتاع افلام تبع شركه مروان سري، فاللي هو ما عندوش رفاهيه ان هو يزهق او اللي هو لا انا مش في المود، لا انت في شركه بتشتغل. اما بقى احنا كيوتيوبرز عاديين تاني لا خلاص بقى انا براحتي، يعني انا عايز اتكلم عن حاجه تانية، فاهم؟ وانا فيديو زي ده فيديو من القلب للقلب، مونتاج قليل كلامه قليل، بس بنتكلم مع بعض. المفروض كنت اتكلم معاكم في لايف بس الصراحه مش ضامن اللايف يعني. ممكن ابقى اجرب بعد الفيديو ده نجرب نطلع لايف سوا. حتى مسلسلات رمضان يعني ما بقتش قادر اتفرج عليها بسبب الضغط، اللي هو انا قعدت في اول يوم رمضان اتفرجت على كل مسلسلات رمضان، وبعد كده انا ما كملتش حاجه، كملتش غير اشغال شقه، لان حسيت ان انا مضغوط. وكمان ممكن عشان مضغوط بسبب برضو عندي مشروع تاني، فيلم بعمله، مشروع تخرج يعني، المخرج بتاعه وكده، فالمفروض بتعب فيه بقى وبتاع وكده، فهو واخد من دماغي كتير جدا، وفي اسئله كتير دايما بتتسال وميتينجز وبتاع، فممكن يكون ده مأثر عليا، لان اليوتيوب ده حاجه ابداعيه وصناعه الفيلم ده حاجه ابداعيه، فالابداعات الكتير دي ممكن تيجي تعمل بص النور يقطع في المخ اعتقد كده. انا ما اعرفش حد مهتم بالفيديو ده هيتفرج عليه الاخر ولا لا، ما اعرفش انا عملت قواعد الفيديو ده صح ولا لا، ان انا افهمك يعني هوك للفيديو. المفروض كنت افهمك ان الفيديو ده فضفضه. طب يا جماعه الفيديو ده فضفضه، طب يا جدعان تنويه الفيديو ده فضفضه ليس الا ممكن تلاقي معلومات مختلفه عن بعض في الفيديو ده، يعني مش شرط تكون كل كلامي هو عن اعتزال اليوتيوبرز. بس انا مش هعتزل يعني، انا اكيد مش عامل الفيديو ده عشان اعتزل، انا عامل الفيديو ده عشان اقول لكم الحاله النفسيه اللي بيمر بيها اليوتيوبر يعني. فانا دي حالتي النفسيه حاليا. انا عندي فيديو عايز اعمله حلو قوي، وان شاء الله هحاول اعمله بعد الفيديو ده، فيديو حلو يعني ناوي عليه بقى اعمله بمزاج كده، وان شاء الله يعجبكم يعني على الفيلم عربي. ان شاء الله يعجبكم. حاسس ان دلوقتي انا مبسوط جدا باللي انا وصلت له بصراحه على اليوتيوب او في صناعه المحتوى عامه، في ناس كتير عارفاني، ناس كتير مهتمه، فانا جاي اشارككم هذه الحاله يعني. ليه الناس ممكن تعتزل اليوتيوب؟ حتى مثلا عندك واي كوميدي، راجل من افضل الناس اللي بتعمل فيديوهات عن الافلام، ما بيعملش فيديوهات تاني،
فبجد عالم اليوتيوب وصناعه المحتوى تحسه روش جدا، تحس ان انت من بعيد جامد جدا. بس لما تدخل بقى تتعمق، والله انا حاسس ان ممكن اكون ما اتعمقتش برضه لسه، ممكن الاقي الحاجات الحلوه قدام مش عارف. بس اعرف لما تلاقيني بقى بعمل كولاب بقى مع ناس بقى وبتاع، اعرف ان دلوقتي يعني ما تزعلش بقى لو انت يوتيوبر لسه بتبدا، ما تزعلش، ممكن تعمل كولاب انت كمان الله اعلم. انت بدايتك كيوتيوبر اصلا الناس بتعتزل ليه؟ انت بتبدا كيوتيوبر عادي. ممكن اعتقد الناس اللي بتفشل في اليوتيوب الناس اللي بتيجي معاها حظ، اللي بتيجي معاها حظ وفي الاخر ما يعني اقول لك الناس اللي بتعتزل اليوتيوب هي الناس اللي مش فارقه معاها اليوتيوب. يعني في ناس بتعمل فيديوهات اللي هو يا عم يلا نزل يا عم، نزل اي فيديو ارميه كده والسلام خلاص، فاهم؟ هم مش تفرق يعني الناس بتتفرج. فاللي انت هتعامل الناس كارقام، ما بتعاملهمش كشخص، فاهم؟ يعني انا بتفرج، انت تتفرج عليا دلوقتي، انا بعملك انت كشخص. انا عارف ان في واحد دلوقتي قاعد بيتفرج عليا سواء هو بياكل قاعد بيعمل حاجه، وبشكرك والله ان انت قاعد تتفرج على فيديو ما فيهوش مونتاج تقريبا. فانا عارف قيمه حاجه زي كده انها حاجه كبيره. في ناس تانية تستقل بالموضوع ده اللي هو نزل يا عم فيديو شقلب وقلب طب مجنون يا عم. مش عارف اقول ايه تاني بصراحه. مش عارف الفيديو ده هينزل ولا لا، مش عارف الفيديو ده حلو ولا لا. كل دي اسئله بتراودني في اي فيديو بعمله في حياتي، حتى الفيديوهات اللي انا بتعب فيها جدا وبجيب اخري فيها، والله بنزل الفيديو وبقعد اقول يا رب ما حد ياخد باله من الاخطاء اللي موجوده في الفيديو. وحاجه تانية كمان ان ممكن يكون دايما في مخي انه في خطا اكيد في الفيديو انا ما خدتش بالي منه، يا لهوي طب اعمل ايه؟ فدي بقى يا سيدي مشاكل العصر صناع المحتوى. واعتقد صناعه المحتوى دي حاجه حلوه جدا ابداعيه، ولكن لما يدخل فيها الالتزام الدنيا بتبوظ شويه. ولكن اهم حاجه الالتزام. فانا عشان اهم حاجه الالتزام عامل الفيديو ده وبشارككم التجربه بتاعتي كامله عشان تبقوا ايه فاهمين الدنيا اللي بتحصل في حياتي، علشان الفيديوهات الجايه ان شاء الله فيها اجتهاد اكتر. واللي انا عايز اوصل له ان في ناس ساعات، يعني من اكتر حاجات اللي بتخوفني ان في ناس بتبقى مشهوره جدا على اليوتيوب وعندهم سبسكرايبرز كتير واحنا ما نسمعش عنهم. حرفيا ناس الدايره اللي انا بقعد فيها او انا نفسي او العالم الناس المين ستريم في اليوتيوبرز ما يسمعوش عن الناس التانية. يعني ممكن يكون واحد عنده 500,000 سبسكرايبر بس هو مين ستريم جدا ومشهور وهتلاقيه في الحياه الواقعيه بيروح ايفنتس وموجود في كل حته، واحد عنده مثلا 7 مليون محدش يعرفه في العالم الحقيقي، فاهم؟ او يعني اطفال مثلا اللي تعرفه او الله اعلم مش عارف، بس تلاقيه في العالم الحقيقي مش موجود ملوش اصل. فانا بخاف دايما اكون من الشخص ده اللي هو ممكن يا عم انا دلوقتي في بوتنشال ان انا ان شاء الله اجيب سبسكرايبرز اكتر، بس هل هيكون ليه اثر على الارض الواقع؟ بس ما هو اللي اقوله لكم ان انا فيديوهات ان شاء الله الفتره القادمه مش هتكون عن الافلام فقط، لاني مش دايما عندي كلام عن الافلام، ولكن الفيديو الجاي عن الافلام بصراحه، الفيديو الجاي عندي عن فيلم. ولكن بعد كده الفيديوهات القادمه ان شاء الله هتكون عن الحاجه اللي تعجبني في مخي واعملها، لان دلوقتي مؤخرا بقى عندي اسئله كتير وبستكشف نفسي، فممكن نسمي السلسله دي رحله الاستكشاف للنفس، بس دي كلمه كبيره جدا فمش هينفع. انتظروا الفيديوهات القادمه وان شاء الله هكون عند حسن ظنكم. والفيديو ده لو يعني اذاكم قوي جدا او طلع ممل جدا نمسحه عادي، يعني دي الحاجه اللي بحاول اضحك بيها على مخي عشان انزلها. شفت ازاي الدنيا صعبه؟ بس يا سيدي كلام صعب.